السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بالرغم من بساطة فيديو النهاردة او الفكرة اللي انا هشاركها معاكم بسيطة جدا، لكنها هتوفر عليكم كتير وهتسهل عليكم كتير في المطبخ يا بنات. اذا كنتم بقى اول مرة بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. ويلا نشوف الوصفة السهلة البسيطة اللي انا هشاركها معاكم النهاردة. معايا هنا يا بنات شطة خضرا غسلتها وقطعتها قطع زي ما انتوا شايفين، ومعايا كمان فلفل رومي احمر، وممكن نستخدم شطة حمرا. هجيب بقى الكبة بتاعتنا، هبدأ الاول بالفلفل الرومي الاحمر، وزي ما قلت لكم ممكن شطة حمرا حسب بقى المتوفر عندكم. هنزل بحوالي 6 فصوص توم كده او 7، وهنزل بعصير ليمونتين. طبعًا حسب كمية الشطة اللي انتم مستخدمينها أو الفلفل، أنا الكمية اللي استخدمتها دي كان مناسب لها 3 معالق كبار من الملح، ونزلت كمان عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من الكزبرة الناشفة، وحوالي معلقتين كبار كده من الخل، وهافرمهم ناعم. الوصفة دي أو الطريقة دي ممكن تعملوها في الكبة أو ممكن في الهون أو الصينية العادية خالص. هاجيب بقى برطمان يكون نضيف كده، وهابدأ إن أنا أملاه بالدقة اللي إحنا عملناها. وعايزة أقول لِك بقى هتوفّر عليكِ كتير جدًا وهتسهّل عليكِ كتير. باحطها كده في البرطمان واحطها على رف التلاجة، تفضل عندِك لمدة شهر في التلاجة. كل بقى أمّا تقلي بتنجان، تقلي شطة، عايزة دقة للسمك، دقة لحشو السمك، تنفع في حاجات كتيرة جدًا، تلاقيها جاهزة عندِك تطلّعيها على طول. هاقفل بقى الغطا عليها كده كويس واحطها على رف التلاجة. الطريقة بقى التانية وهي مشابهة ليها بالضبط، بس أنا عملتها بالشطة الخضرا، هي نفس الفكرة. شطة خضرا برضه غسلتها كويس وشِلت القُقمة وقطعتها قطع عشوائي، وبرضه هاعصر عليها عصير ليمونتين، وهاضيف لها معلقتين خل كبار، حوالي 6، 7 فصوص من التوم، وهانزل يا بنات ب3 معالق كبار من الملح، معلقة كده من الكزبرة الناشفة، وهابدأ إن أنا أضربهم برضه ناعم في الكبة. وبنفس الطريقة برضه هاجيب برطمان يكون نضيف كده، وهابدأ إن أنا أملاه بالدقة دي أو بالشطة دي. وعلى فكرة ممكن نعمل ميكس بين الاتنين، يعني ممكن نعمل الشطة الحمرا مع الشطة الخضرا عادي جدًا، لكن أنا حبيت إن أنا أستخدمها أعمل البرطمان كل واحد لوحده، لإن مثلًا البتنجان المسلوق بيبقى عايز شطة حمرا بس، فحسب بقى رغبتكم انتم. تنفع بقى لحاجات كتير، سلقة بتنجان وعايزة له حشو، عايزة حشو دقة سمك، عايزة تمليحة للسمك، بتنجان، شطة، تاخدي منه معلقة لتتبيلات الفراخ أو المشويات، لها فوائد كتيرة وهتسهل عليكِ كتير جدًا في مطبخِك. حطيهم في التلاجة هيفضلوا عندِك لمدة شهر من غير ما يجرى لهم أي حاجة. أتمنى إن انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، هي فكرته بسيطة بس هتساعدِك كتير أو هتسهل عليكِ كتير في مطبخِك. أتمنى السعادة والخير والتوفيق للجميع. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو.